طبعا وعطيت الحريه للسيد ناصر الزفزافي بالحديث بكل تلقائيه وبكل عفويه على جميع المعطيات المتعلقه بهذا الملف وكذلك بالحراك، وان كان سريه التحقيق، مبدا سريه التحقيق لا يسمح لنا بالتطرق الى جميع التفاصيل المتعلقه يعني المعطيات التي نصب عليها التحقيق، الا انه بالرغم يعني طبعا من مرور ساعات عديده من التحقيق ومن التحقيق التفصيلي ومن الاسئله، الا انه لم نتمكن من انهاء هذا التحقيق التفصيلي، وقد تم تاخير جلسه التحقيق التفصيلي لاستكمال هذه الجلسه الى يوم الخميس. استاذ بشتوي، ماذا عن حاله ناصر الزفزافي؟ معنويات مرتفعه، وطبعا الابتسامه المعهوده لا تفارقه، والمعنويات مرتفعه، وطبعا لان لا ذنب له فهو لا يعتبر مجرم حق عام او ارتكب اي جريمه، وانما كل ذنبه هو انه خرج رفقه ساكنه منطقة الريف وإقليم الحسيمة بالخصوص للتعبير عن معاناتهم وطموحاتهم وآمالهم، وبالتالي شيء طبيعي أن يتمتع بمعنويات مرتفعة وأن يقتنع ببراءته، لأن التهمة الأساسية هي الحراك فقط. بدءا عن الرسالة، هل أكد الرسالة شخصيا أقول بأنه لا تستحق زعما هذه الضجة الإعلامية، لأن الرسالة لم تأتي بجديد، على اعتبار أن ناصر الزفزافي وإن كانت هي تؤكد على استمرارية ديال المواقف والأفكار ناصر الزفزافي التي كان يتبناها قبل اعتقاله كنتيجة المقاربة الأمنية، ويؤكد على استمراره على السلمية وعلى النهج السلمية، ويؤكد كذلك على استمرارية في الحراك إلى حين تحقيق المطالب المشروعة التي تم التوافق عليها وصياغتها بشكل عفوي من طرف جميع نشطاء الحراك الشعبي بالريف. ماذا عن المقترحات التي قدمتها للمعتقلين في سجن عكاشة حول يعني الحل طبعا هذا كتصور شخصي، لأن عندما رأينا بأن الجهات الرسمية تقوم بإيفاد مجموعة من البعثات الوزارية ومجموعة من المسؤولين على المستوى المركزي، لكن دون التوصل إلى حل بحيث يكتفون بجولات على الشواطئ وجولات على المستوى القرى والمداشر، وكذلك عقد اجتماعات مع بعض المسؤولين يعني المحليين وكذلك المنتخبين، دون ملامسة الحل الحقيقي للمشكل وللأزمة. بادرت إلى اقتراح هذا التصور، هو تصور واضح ويرضي جميع الأطراف، خاصة جميع النشطاء، وقد وافق عليه المعتقلون وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي يعتبر رمز الحراك. أولا النقطة الأولى كما أكدت هو إيجاد الأجواء المناسبة وتهدئة النفوس من خلال إيقاف الاعتقالات والمداهمات والقمع. النقطة الثانية وهي إيجاد الصيغة القانونية للإفراج على جميع المعتقلين بما فيهم خاصة أن هاد المعتقلين جاءوا على خلفية كنتاج المقاربة الأمنية، ويمكن إيجاد الصيغة القانونية المناسبة، وهناك عدة صيغ قانونية يمكن يعني تفعيلها للإفراج على جميع المعتقلين. هناك النقطة الثالثة المتعلقة بتخفيف من الحصار والتواجد القوى العمومية في مدينة الحسيمة التي أصبحت وكنتيجة لها التواجد المكثف للقوى العمومية تعيش واحد الوضعية غير عادية، والحياة أصبحت غير طبيعية بالنسبة للمدنيين. لهذا نرى بأن ضرورة إرجاع القوى التي تم جلبها من مختلف المدن المغربية بقصد التخفيف من الحصار وإرجاع الأمور إلى نصابها. هناك النقطة الرابعة المتعلقة بفتح تحقيق موضوعي ونزيه حول جميع التجاوزات التي قامت بها القوى العمومية أثناء التدخلات وأثناء تنفيذ المقاربة الأمنية.
ثم هناك وكذلك تحقيق في الادعاءات ديال التعذيب والمعاملات القاسيه واللا انسانيه والمهينه التي ارتكبتها القوات الشرطه اثناء اعتقال مجموعه من النشطاء. ثم هناك النقطة الخامسة وهي الأخيرة، انفتاح وفتح الحوار بقصد الاستجابة لجميع المطالب وبالتالي كسب منطقة الريف والحفاظ على استقرار المنطقة واستقرار الوطن ككل. زرت جميع المعتقلين في لا معظم وافقوا على مقترحات ديالك يعني؟ هي مقترحات طرحتها للنقاش عبر صفحتي في الفيسبوك، وكذلك تداولتها مجموعة من المواقع الإلكترونية وحظيت بقبول مجموعة من النشطاء، طبعا مجموعة من النشطاء، وكان شبه إجماع. والقائد بالنسبة لناصر الزفزافي لديه رمزيته، محافظ على تلك الرمزية حتى داخل السجن قبل دخوله السجن داخل السجن، وفعلا وافق على هذه الخطة على اعتبار أنها هي كل ما يريد. وطبعا هو يسد الاستمراريه والسلميه الى حين تحقيق المطالب، وقد اكدها حتى اليوم عندما يعني التقيناه على يعني هامش تحقيق التفصيل. استاذ بوشتاوي، كنت غتمشي للاتحاد الاوروبي انك غدير واحد الندوه، وقيل بان كاين تما شي جهه انفصاليه تدعم استقلال الصحراء، ورفضتي انك تجلس معه. لا طبعا هذا كانت مقرره، وتم توصلت بدعوه من الجهات المنظمه على اعتبار ان الندوه او اللقاء سيتم داخل مقر الاتحاد الاوروبي بحضور مجموعه من البرلمانيين، خاصه اعضاء الممثلين عن حزب بوديموس الاسباني، وبعض الممثلين عن الاحزاب الخضر وكذلك اليسار الاوروبي. وكان من ضمن المداخلات اطلعت على مداخلة تتعلق بالصحراء الغربية، وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وتضامن الصحراء الغربية مع حراك الريف، إلا أن هذه المداخلة استفزتني، وهذا ما أداني إلى جعلني برفقة مجموعة من الإخوان إلى التهديد بالانسحاب من الا انه تبين اليوم تبين لي بان تم سحب هذه المداخله واستبدالها بمداخله اخرى، ولهذا قررت ان شاء الله سنلتحق ببروكسل غدا صباحا في 8 صباحا، وغد ستخصص يعني اللقاء بروكسل الذي سيكون داخل مقر الاتحاد الأوروبي بحضور مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين وبعض الفعاليات المدنية على المستوى الأوروبي وكذلك التنسيقيات الأوروبية. سيكون لقاء يعني ليس مفتوحا وإنما مقتصر على يعني مغلقا، وسيتناول سواء الجانب التاريخي المتعلق بمنطقة الريف وكذلك الحراك الشعبي بمنطقة الريف. وهذه جاءت في إطار المبادرة ديال التنسيقية الأوروبية بالتنسيق مع ممثلي بعض الأحزاب الأوروبية، ومن ضمنها حزب بوديموس وبعض الأحزاب اليسار الأوروبي والخضر الأوروبي. الندوة أو اللقاء سيكون داخل مقر الاتحاد الأوروبي، على أساس أن في اليوم الموالي ستكون هناك ندوة صحفية، وهي خطوة أولى في انتظار اقتراح الموضوع، على اعتبار أن الموضوع يهم كذلك الجانب الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالأحزاب، على اعتبار أن هناك اتفاقية شراكة بين المغرب وأوروبا وتعاون في مجموعة من القطاعات، وهذا التعاون وهذه الاتفاقية الاقتصادية معنية بها بالدرجة الأولى منطقة الريف، على اعتبار أن هناك خلفية تاريخية، وهناك كذلك المسؤولية التاريخية لبعض الدول الأوروبية خاصة إسبانيا وفرنسا. وسنركز بالتنسيق مع الإخوان أعضاء الجالية، سنركز على المسؤولية التاريخية لبعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا وإسبانيا في الوضعية التي آلت إليها منطقة الريف من تهميش، خاصة أنه نستحضر بأن الدولة الإسبانية التي استعمرت المنطقة
تطبيقا استنادا الى معاهده الحمايه، عكس المنطقه النفوذ الفرنسي قامت باحداث مجموعه من المشاريع والاستثمارات، في حين ان اسبانيا في منطقه الريف ومنطقه الشمال بصفه عامه التي كانت خاضعه للاحتلال الاستعمار الاسباني